غتفرجوا فيه اللي خدامين في المقاهي واللي عندهم مشاريع ديال المقاهي واللي كيفكروا يديروا المشاريع. اول حاجه يعني حاول ما امكن تدخلوا لي فلتر في المواكن ديالكم. كيسحب لهم هذوك ديال الحديد، هو الفلتر ديال كافي ماشين الاغلبيه هو كيجيب له، يعني كيفكر بان هذيك هي اللي كتصفي له. هذاك غلط كبير كيف ما قلت لك. السلام عليكم. اليوم كنرحبوا بسي زكريا جا عندنا من المانيا. سي زكريا كيخدم في مجال ديال لي ماشينا كافي، داكو، كيخدم في المغرب وكيخدم في المانيا، وجا خصيصا باش ياخذ عندنا الفلتر كافي. غادي يشرح لنا اهميه ديال الفلتر كافي. وبعض الناس عنده كافي كما كيقولوا ماشينا كافي شارع ب 20 مليون وفي الاخر كتوحل له في الفلتر. أنا السلام عليكم، زكريا بركاني، صاحب شركة كوفي بوست أفريكا اللي موجودة هنا في المغرب وعندي في ألمانيا. أنا دائما في ألمانيا كنستعمل لي ماشين ديالي، كنستعمل ديما البي في تي لأنها هي شركة، يعني حنا الجيران ديال النمسا ديال أوستغايش، ولهذا كنت كندور هنا في المغرب فين غنلقى شي واحد كيبيع. والحمد لله بلي كونتاكت ديالي قدموا لي السي عبد الغني، والحمد لله ولقيت عنده داك الشيء اللي بغيت. البي في تي يمكن بزاف الناس ما كيعرفوهاش ولا كيعرفوا بان الفلتر كيسحب لهم هذوك ديال الحديد، هو الفلتر ديال كافي ماشين الاغلبيه كتلقاه جابها مع مثلا شي كافي ماشين قديمه جابها مع من الخارج، يعني داك الشيء الاملاح وداك الشيء كلشي مشى، هو كيجيب له، يعني كيفكر بان هذيك هي اللي كتصفي له. هذاك غلط كبير كيف ما قلت لك. باش القهوه، لان القهوه والنكهات ديالها وداك الشيء كيخصها واحد الماء يكون نقي. كتعرفوا كيف كتعرفوا هنا كنستخلصوا من الماكينه ديال القهوه، كنديروا منها القهوه اولا وكنديروا منها حتى اتاي. وهذا المشكل ديال اتاي يعني كنديروا ماء سخون كيكون فيه الكالكير، كيكون فيه بزاف ديال الحوايج، يعني داك الماء النكهات وداك المذاق ديال اتاي ما كنستمتعوش به وديال القهوه. ولهذا الحمد لله لقيت هنا يعني باش حطينا جوج ديال لي فلتر. حطينا البي في تي هذه العاديه، هذه كتمشي يعني هذه استهلاكيه. الانسان اللي عنده كافي وكافي كلاس، وكنعرفوا بزاف ديال المقاهي يعني اللي كيبغيو يعطيو الجوده، وشي مرات كنلقاو شي كلام ديال لي باغيستا ولا شي حاجه كيقول لك لا القهوه محروقه وكدايره، يعني في المذاقات وداك الشيء. الاساس كيف كنعرفوا حنا، الاساس يعني 90% من القهوه اللي كنشربوها هي الماء، والماء باش نشربوه نقي خاصو يتفلتر. والسي عبد الغني هو غيشرح لنا شويه. كيف ما قلت لكم انا عطيت لكم غير نبره بان الماكينه ديال القهوه خاصها لابد يكون عندها الفلتر ديالها، وخصوصا هادو كيف هادو غنشرح لكم من بعد. هادو كدار وكتبدل عندها، كيكون عندها واحد الراس ديالها اللي كيحسب لينا شحال من لتر ديال الماء فات من تماك. وكيفاش السي عبد الغني غيشرح لنا دابا يعني المراحل باش نعرفوا هذا الفلتر كيفاش طريقه الاستعمال ديالها نتاعو. تفضل. دابا هنا غير جا عندنا سي زكريا، هذا واحد لو تيست ديال لا ديورتي باش كنعرفوا لا ديورتي ديال الماء وباش نقدروا نديروا الريغلاج ديال. ولكن اللي اتير لاتونسيون ديالي بزاف هو قلتي الناس كيديروا قهوه كيخسروا عليها الملايين، صح، الرخام والطابله ومع الديكورات واللامبات، وشاري لا ماشينه كافي ب 20 مليون ولا اكثر، وكيجي في الفلتر اللي هو غيحافظ ليه على لا ماشين، غيعطيه واحد الجوده ديال القهوه وديال الشاي بواحد الجوده ممتازه، وما كيفكرش في هاد الامور. كيقول لك انا بركي عليا الفلتر. عاودينا على التجربه ديالك، هذا هو اللي بغيت نهضر معاك. التجربه نتاعي انا كيف ما قال السي عبد الغني، انا دائما كنجيب لي ماشين اللي تساويين واحد الثمن، وكاينين ما شاء الله الان هذه الثقافه ديال لي ماشين الغاليين ولات كتدخل المغرب، ولا الانسان كيشري الماكين ديالو كيعطيه مثلا 7 10 المليون 15 المليون في لي ماشين. ولكن لانه يعني من قله المعلومات، ودابا حنا نحاولوا من الناس اللي غنحاولوا بان نوضحوا للناس بان حتى اصحاب المشاريع لان ما كتكونش عندهم واحد الخلفيه شنو كيحتاج لا ماشين. كيجيب له لا ماشين هي اللي كتنزل القهوه بالماء ديال الروبيني، لا، الماشين كتحتاج واحد الفلتر اللي كيساعد اولا كيحافظ على لا ماشين. دابا نخليو الجوده نتاع القهوه، كيحافظ على لا ماشين من الكالكير. كيف كتعرفوا الماكينه نتاع القهوه فيها واحد الكبسوله لداخل، داك الكبسوله كيدخل فيها الماء، وداك الماء عنده واحد السخونه، وداك السخونه اللي كتخلي الكالكير كيتراكم تماك مع واحد المده، نقولوا مثلا شهرين 3 شهور، الا الماء ما تفلتراش كيوقع له المشكل نتاع الماشين، كيبقاو داك لي جروب ما كيخرجوش الماء، كيخرج الماء قليل، وداك الضغط اللي كتحتاجه الماكينه ما كيلقاش، والسبب ديالو هو الكالكير. باش نحاربوا الكالكير ونحافظوا على الماكينه نتاع القهوه ونحافظوا على الجوده نتاع القهوه، خاصنا نديروا لها الفلتر. والفلتر هذا الا درتي له الحساب راه ما كتقامش عليك حتى بجوج دريال الطاسه، يعني لا كونسوماسيون ديالو الا زدتها على المصاريف تاع القهوه 2 دريال ما كتزادش عليها، لان وكتحافظ ليا غدا بعد ما تخسر ليا الماكينه، نخسر عليها واحد 5000 درهم ولا 6000 درهم ديال لي بياس اللي غنشونجي وداك الشيء.
هو الحل هذا. راه مش تقدر توقف لك لا ماشين وعندك الكليان وما تقدرش تدخل الكليان وكتستنى مثلا اللي كيبيع لك القهوه ولا شي حاجه يجيب لك شي ماشين اخرى ما تعرف الحاله ديالها كي دايره. هو الحل سهل، شريتي الماكينه شري واحد الجوج، واحده ركبها وواحده تكون عندك احتياط. وكيف ما قلت لكم هذه على حساب شحال ديال الاستهلاك نتاع الماء اللي كتستهلك، وفيها واحد الساعه كتخبرك قبل، يعني كتخبرك بان راه الفلتر صافي راه وصل العدد ديالو، راه ما يبقاش كيفلتري. هي لا غاتشونجي باق غاتشونجيها تحيد دير الاخرى، فهمتي. ولهذا انا يعني اللي كنقول لجميع الناس اللي عندهم المقاهي، دابا انا هذا الفيديو غتفرجوا فيه اللي خدامين في المقاهي واللي عندهم مشاريع ديال المقاهي واللي كيفكروا يديروا المشاريع، اول حاجه يعني حاول ما امكن تدخلوا لي فلتر في المواكن ديالكم. راه هذيك ديال الحديد راه ماشي هي الفلتر، هذه ماشي هي الفلتر، هذه كتساعد شويه كتصفي ولكن ما كتحيدش لا ديورتي. هذاك الملحه اللي كيقول لك لا بدل الملحه ولا هذيك كتحاول، ولكن اللي كتصفي وكدير هي هذه بي في تي. دخلوا عليها الحمد لله. حنا ماشي جايين نديروا الاشهار فقط الحمد لله. اليوم كاين المعلومه، اي واحد يمكن يتوصل المعلومه في يوتيوب في اي مجال او في تشات جي بي تي ولا شي حاجه، دير بي في تي اللي كيسميتو، لان هذه هي الرائده في العالم حاليا. هي يعني الا مشينا لاستراليا غنلقاو خدامين بهذا الفلتر، الا مشينا للامريكان غنلقاوهم، لان هذه الشركه الاستراليه يعني الاصليه، يعني كما قلت لكم خصكم تعرفوا بان راه يعني نقولوا ماديون اوستريا او ضمانين جيرمانيا راه بحال فهمتي. ولهذا كنقول للناس حاولوا ما امكن دخلوا الثقافه في راسكم بان اي حاجه خصها الفلتر. ودابا غنهضروا على هذه ديال الديور. هذا بالنسبه لهذا الفلتر هذا كما قال لك، هذا سي سبيسيال بولي فلتر كافي. الناس اللي عندهم دي ماشين بروفيسيونيل وبغى يحافظوا على الجوده ديال الكليان باش يساتيسفيو لو كليان ويحافظوا على لي زيكيبمون ديالو. 20 مليون راه ما ساهلاش. وهذا بالنسبه هذا لو ماشين هذا ريزيدونسيال بالنسبه للاستعمال المنزلي، كيقدروا يستعملوه حتى الناس في الكافي ولكن سي با بروفيسيونيل. كاين اللي كيستعملوا هذا فلتر ديال ريزيدونسيال، الناس اللي عنده مثلا بور استعمال منزلي خاصو واحد 2 ايترو ولا 5 ايترو في النهار يشربها، فهذا كافي. وربما هو كيكون اقتصادي مقارنه مع هذا، ولكن هذا بالاستعمال المنزلي. الا كان عندك كافي في الدار وبغيتي حتى هي تمتع وتشرب مزيان وتحافظ على الكليه باش ما ديرش الحجر. الكالكير ديال البنادم هو اللي هي الكليه، يعني الماشين اللي كدير سميتو هي كيف ما قال السي عبدالغني. دونك هذا يمكن لك تستعمل هذا الفلتر وسهل، لانه عنده لي فلتر 3 الاولاني كيتبدلوا بواحد الثمن غير 150 درهم، ماشي شي حاجه غاليه. ولي فلتر اخرين ديال المومبران كتبدل من 12 شهر حتى 18 شهر. دونك سي زكريا هذا الشيء راه ما كناش والله ما دايرين الحساب، جا عندنا بغينا نكبروا بسي زكريا ويعطينا معلومات ويبارطاجيو مع الناس الكليان ديالنا. تبارك الله عليك سي زكريا. يعني هذه نصيحه لاي واحد، وحنا كيف ما قلت لكم هذه سي بان بوبليسيتي. هذه كيف ما قلت لكم دوروا على المعلومه وتعرفوا الفوائد ديالها. الحمد لله دابا اي واحد عنده تليفونه كيمشي يعرف على المعلومه فين كاينه ويجبدها وكيف كان. يعني هذه راه تحافظ لك على الماكينه، تحافظ لك على الجوده نتاع القهوه، وتحافظ لك على لي كليون ديالك باش كيبقى داك المذاق نتاع القهوه هو هذاك دائما. لان الماء ما كيكون نفس مفلتر بنفس الجوده بنفس كسميتو، يعني كتبقى داك الجوده على طول. والبنادم اللي يشرب عندك الاسبريسو غيرجع يلقى نفس الاسبريسو اللي يشربه، ماشي كل يوم كتغير. بزاف الناس كيمشيو غلط كيقول لك لا القهوه تغيرت لا بدل لي في القهوه. لا، المشكل الاساسي هو الفلتر، لان الماء الا دائما كنشرب نفس الماء بنفس المذاق راه كيحاول ليا على المذاق نتاع على داك الايحاءات نتاع القهوه، كنستمتع بالقهوه. وهذا الشيء اللي غنقول لكم كويك بروكولاج. هذا الفيديو ان شاء الله نتمنى يبارطاجيوه الناس ووصل. هذا حنا كنبارطاجيو المعلومه فقط، حنا باغيين المعلومه توصل بواحد الدقه. ويمكن لكم كيف ما قلت لكم بي في تي او السي عبد الغني هو اللي كان هنا في كازا، وشي واحد يحتاج يتواصلوا معاه ومرحبا بكم. شكرا.